الإخوان الذين ساهموا أولا في النجاح ديال هذا الجمع العام. حنا قبل كنا كنسمعوا بأن الجمع العام غادي يكون صور هذا مزيان داز ديما هكا كان تبادل الآراء. كنشكر كذلك الإخوان اللي سهروا على رأسهم السيد الأستاذ عبد الصادق بودان، الإخوان اللي معنا في المنصة كاملين على نجاح هذا الجمع العام. كنشكر جميع المنخرطين على التدخلات ديالهم، التدخلات القيمة. نشكر وسائل الإعلام اللي يواكبونا وكثرة ووفرة، وكنطلب منهم بأنه إلا كان شي تقصير منا راه ناتج عن ظروف، راه كتعرفوا واش ما تكونش النتائج كلشي كيمشي. الحمد لله كنتمناو هذه السنة تكون نتائج ونتكلفوا بجميع الميادين اللي كتشملنا بخريبكا، لا من التواصل لا من المصالحة باش نخدموا هذا الفريق. أنا لا أخفيكم سرا، كنت هاز فيني جمرة، دابا جوج جمرات، راهي ما خاصني ننجح ولا نتحرك. أنا ما ننجح غير بكم انتم كمنخرطين كمكتب كإعلاميين. ولهذا الإخوان كنشكر جميع الإخوان اللي صوتوا عليا، الإخوان اللي تحفظوا كلهم أصدقاء، وأنا كنشكركم اللي عطيتونا الصلاحية باش نصوب المكتب، وغادي نصوب المكتب غادي يكون منسجم بغض النظر عن الحسابات الضيقة ولا الإعزازات، ما غادي تكون حتى شي حاجة. أنا عاطي يدي المنخرطين، الإخوان ديال المكتب، الإخوان ديال الإعلام، الجماهير ديال خريبكا كاملة، وتنظن بأنه هذا المشروع كما يكون مشروع ديال خريبكا، هذا المشروع اللي غادي تساهم فيه الجامعة، غادي يساهم فيه الجهة، المجلس الإقليمي والمجلس البلدي، وكذلك حنا مقبلين على ملعب كبير. ولهذا بأنه الشأن الرياضي في خريبكا إن شاء الله غادي يكون عنده شأن كبير في المستقبل. وهذا أنا بكل صدق راني تنازلت باش ما ناخذش الرئاسة، وأنا ما عمري جيت الرئاسة حبا في الرئاسة، تنازلت باش يكون التوافقات، ولكن التوافقات ما كملاتش، والإخوان بغاو الاستمرارية، وهذه الاستمرارية ضرورية تكون، بالأخص لأنه كاين واحد التغيير قانوني في الجامعة اللي غادي يحول الجمعية لشركة. إذا احنا مقبلين باش نكونوا سباقين باش ندوزوا لشركة، ولهذا الشركة غادي تكون الأسهم ديال الجمعية والأسهم ديال ناس أخرين، وخاصة من دابا نشوفوا مكتب دراسات اللي يفكر لنا في هذه المسائل، ما نبقاوش نضربوا غير المسألة ديال الكرة وهذه وهذه. راه حنا مقبلين على واحد التحدي، واحد الرهان كبير اللي كنطلب من الجميع يساهم فيه إن شاء الله. وهذا الجمع العام الحمد لله اللي داز في ظروف حسنه، وهذا الجمع العام اللي كيصادف واحد الذكرى غاليه على جميع قلوب المغاربه، وهي ذكرى عيد العرش المسجد. وبهذه المناسبه غادي نختموا الاجتماع باسمكم جميعا بقراءه برقيه ولاء للسنه العاليه بالله. تفضل.